تتخيل إن في طائر عقله أذكى من أغلب الحيوانات، بيحل ألغاز وبيستخدم أدوات وبيفتكر وشوش البشر، ومع ذلك الناس أول ما تشوفه تتشائم وتخاف. الطائر ده هو الغراب. النهاردة مش هنتكلم عن غراب عادي، النهاردة هنفتح ملف أذكى طائر على الكوكب. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابعوا كل جديد، ويلا نبدأ الرحلة. الغراب ينتمي لعائلة اسمها الغرابيات. العيلة دي بتضم الغربان، الزرازير والعقعق، لكن الغراب هو الأذكى فيهم. لونه أسود، ريشه لامع، صوته عالي وحركته واثقة. صوته مش نذير شؤم، ده لغة كاملة بيتواصل بيها ويحذر وينبه ويطلب مساعدة. العلماء اكتشفوا إن أصل الغرابيات كان في أستراليا وجزر المحيط الهادي من ملايين السنين، ومن هناك الغراب بدأ ينتشر في العالم كله. الغراب دلوقتي موجود في آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا وأستراليا. القارة الوحيدة اللي مش موجود فيها هي القارة القطبية الجنوبية، وده يخليه من أنجح الكائنات في الانتشار على كوكب الأرض. الغراب طائر مرن جدا، يعيش في المدن وسط الزحمة جنب البشر، ويعيش في الصحاري والجبال والغابات. أي مكان فيه أكل الغراب هيلاقيه. الغراب طائر نهاري، بيبدأ يومه بدري، يطير، يدور، يراقب. عنده قدرة رهيبة على الملاحظة، يعرف مين صديق ومين عدو ومين ممكن يضره، وبيفتكر وشوش البشر سنين طويلة، يعني لو حد أذاه مش بينسى. بس السؤال هنا، إزاي طائر بدماغه بالحجم ده يبقى ذكي بالشكل ده؟ الإجابة في طريقة أكله وتفكيره. الغراب من أكتر الطيور اللي بتاكل أي حاجة. نظامه الغذائي يشمل حشرات، فواكه، حبوب، بذور، بيض طيور تانية، بقايا أكل البشر، وحيوانات نافقة. وفي أوقات المجاعة ممكن ياكل غراب تاني. ده مش أسوأ، ده بقاء. الغراب مش بيضيع فرصة. الغراب كمان عنده قدرة إنه يخزن أكل ويفتكر مكانه بعد شهور، وبيجمع حاجات لمعة مش عشان يسرق، لكن عشان فضول وتجربة. نيجي بقى لأخطر حاجة، ذكاء الغراب. الغراب من أكتر الطيور اللي ذكية في العالم بلا منازع. العلماء صنفوه إنه يقارن بذكاء طفل من 4 ل7 سنين. في تجربة مشهورة اسمها تجربة ال8 خطوات. الأكل كان محطوط في صندوق ومحتاج سلسلة معقدة من الأدوات. الغراب فهم، خطط، نفذ، ووصل للأكل من غير تدريب. الغراب بيستخدم أدوات، بيعدل عليها، بيحل مشاكل وبيتعلم من غيره. كمان بيفهم الفيزياء، لو شاف مية ناقصة يرمي طوب علشان منسوبها يعلى. تفكير هندسي مش غريزي. الغراب كمان بيحب اللعب. اللعب مش تضييع وقت، اللعب تدريب عقلي. اتصورت غربان بتتزحلق، بتتشقلب وبتعمل مقالب. المرح جزء من ذكائه. الغراب كائن اجتماعي، بيعيش في مجموعات وعنده نظام، ولو غراب خالف القوانين الغربان بتعمل حاجة غريبة جدا، محاكمة. يتجمعوا، يصوتوا ويعاقبوه. العقوبة النفي أو هجوم جماعي، سلوك نادر حتى بين الثدييات. في التزاوج الغراب مثال للإخلاص، بيتجوز مرة واحدة ويفضل مع نفس الشريك طول عمره. الاتنين يبنوا العش ويربوا الصغار سوا. الصغار بيفضلوا مع العيلة فترة طويلة، يتعلموا الطيران والصيد والتواصل. في علاقة مدهشة بين الغراب والذئب. الغراب يشوف الفريسة ينادي، الذئب يجي يصطاد، الذئب ياكل والغراب يستفيد. شراكة ذكية من غير اتفاق ولا لغة. في حالات نادرة بيظهر غراب أبيض، ده بسبب طفرة جينية اسمها الألبينو. الغربان التانية أحياناً ترفضه عشان مختلف. حتى في الطبيعة الاختلاف ليه تمن. في الإسلام الغراب ليه مكانة كبيرة جداً.
هو اللي علم قابيل إزاي يدفن أخوه هابيل، يعني أول درس في الإنسانية والرحمة كان على إيد غراب. طيب، تخيل العالم من غير غراب. الجيف هتنتشر، الأمراض هتزيد، الزراعة هتتدمر. الغراب مش كائن عادي، الغراب حارس خفي للتوازن البيئي. بعد كل اللي عرفناه، لسه شايفة الغراب طائر شؤم ولا كائن عبقري اتظلم بسبب شكله؟ لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك وفعلي الجرس، ولو عندك أي سؤال أو اقتراح سيبيه في الكومنت. كانت معاكم آلاء، وأشوفكم في فيديو جديد.